اهلا بيكم متابعيني الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الجمال ده كله؟ الميني مولتو بالشوكولاته، زي ما اتفقنا على المنتدى ان احنا هنعمل مع بعض الميني مولتو الاول، وبعدين هعمل معاكم ان شاء الله الباتيه بالجبنه زي ما احنا اتفقنا. طبعا كانت معظم الاراء ان هم عايزين الميني مولتو بالشوكولاته الاول، فعشان كده انا بدات بيه. في حاجه بسيطه حصلت في الفيديو هحكي لكم عليها واحنا شغالين. اول حاجه خالص جبت بوله وحطيت فيها كوبايه من الميه الدافيه، وعليهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه. ممكن تستخدمي اللي هو الباكت الصغير، اي نوع انت مجرباه وان انت واثقه فيه. حطي بقى معاهم 3 معالق كبار من السكر وقلبي كويس جدا. انا بعمل دايما التيست بتاع الخميره ده علشان اتاكد ان الخميره بتاعتي شغاله، عشان بقيه المكونات والوصفه نفسها ما تبص. كتير قوي بيقولك انا مشيت بنفس الخطوات ونفس المقادير، بس ما طلعتش معايا العجينه هشه وناعمه زي ما طلعت في الفيديو. ده بسبب ان الخميره بتاعتك مش شغاله كويس، او بقالها كتير في السوبر ماركت اللي انت اشتريتي من عنده. انا كده هسيبها بقى دقيقتين لغايه ما اجهز بقيه المقادير. زي ما انتم شايفين انا الشوط الكامل بتاع العجين ان انا عجنت فيه وضفت بقيه المكونات. للاسف ما اتصورش، لقيت نفسي ان انا كل المجهود اللي انا عملته في العجين وكده ما اتصورش للاسف. بس انا حبيت اشارك معاكم الفيديو وهقول لكم برضو بالتفاصيل وانا شغاله المقادير والخطوات بالظبط، وهكتبها في صندوق الوصف في الديسكريبشن، علشان انا كنت مشاركه معاكم المنتدى وانتوا اللي اخترتوا ان احنا نعمل مع بعض ميني مولتو الشوكولاته. وكنت كمان ان انا صورته، يعني انا اتفاجئت ان الشوت ده كله ما اتصورش. شايفين ما شاء الله العجينه طالعه طريه جدا وهشه جدا. اول حاجه خالص انا بعد ما جهزت الخميره بتاعتي بالميه زي ما انتم شفتوا كده والسكر، ضفت عليها ربع كوبايه زيت، وعلبه زبادي صغيره اللي هي 70 جرام، وكمان معلقه كبيره خل، و3 معالق كبيره من اللبن البودر. اللبن البودر مهم جدا في الوصفه دي عشان هو اللي هيخلي طعمها حلو. احنا بنيجي ناكل المولتو من بره بنحس ان هو طعمه مسكر كده، طعمه حلو. ده طعم اللبن البودره. وبعدين ضفت عليهم نص كيلو من الدقيق المنخول طبعا، وعليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح. طبعا انت بتضيفي الدقيق بالتدريج، بس المقادير دي مظبوطه جدا، اخدت مني نص كيلو دقيق بالظبط. وتعجني فيهم لمده 20 دقيقه بالايد، ولو هتستخدمي العجان هتبقى 15 دقيقه. بتعجنيها كويس جدا جدا لان ده عامل اساسي في نجاح الوصفه معاكي. علشان يطلع هش جدا وطري من جوه لازم ياخد وقته في العجن. وزي ما انت شفتي كده في الفيديو قسمتها على 4 باستخدام المسطرة. يعني لو ما عندكيش سكينة العجين وما عندكيش قطعة البيتزا، عادي جدا استخدمي المسطرة، هتوفي بالغرض وهتبقى حلوة جدا. وبعدين جبت اول دايرة وفردتها زي ما انتم شايفين كده بسمك نص سنتي بس، وبدأت ان انا اقسمها لانصص وبعدين اربع، وبعدين كل مثلث بقسمه على 2. طبعا المثلثات دي هي حجم المولتو اللي هيطلع معاكي في الاخر. بتستخدمي بقى او بتقطعي بالطريقه اللي تعجبك بالمقاس اللي يعجبك. يعني انت لو عايزه تعملي كرواسون كبير هو الطريقه، بس هتخلي المثلث ده كبير. عايزه بقى ميني مولت صغنن هتصغري المثلثات بتاعتك زي ما انت عايزه. وزي ما انت شايفه كده بالمسطره بمنتهى السهوله بتتقطع، والعجينه معاكي شغاله حلوه قوي لان هي طبعا اتخدمت حلوه قوي في العجن 20 دقيقه كويس قوي. وكمان على فكره غطيتها وسبتها ساعة ونص لغاية ما خمرت أو اتضاعفت في الحجم زي ما انتم شايفين كده. الحشوات بقى، بما ان احنا هنعمل ميني مولت بالشوكولاتة فانا هحشي شوكولاتة. بتجيبي الشوكولاتة الدارك وبتقطعيها قطع كده صغيرة، وممكن كمان تبشريها، بس القطع دي اسهل وهتديكي شكل المونبي ده المنتفخ بتاع الميني مولتو. لان انا جربت الطريقتين وهوريكي برضو في الفيديو. القطع بتطلع شكلها احسن وبتبقى اسهل عليكي انت في اللف. وبتحطي كده على طرف العجينة. زي ما انتم شايفين انا هنا استخدمت صاج حطيت عليه ورق زبدة ودهنته بالزيت كويس جدا. خلي بالكم عشان هي بتلزق، فحطي ورق زبدة وحطي كمان رشة زيت كويسة. وبعدين بمسك بقى كده الطرف بتك عليه كويس عشان اقفله، وبعدين بتبدأي ان انت تلفي وتشدي. بتلفي كده بالراحة وبتشدي، وبلاش تلفي وانت بتضغطي علشان الفرن بتاعته ما تلزقش في بعض وما يبينش ان هو مورق. ودي اللقطة التانية اللي أنا قلت لك استخدمت فيها، اللي هي الشوكولاتة المبشورة. بصي الشكل ده اداكي اللي هو مش المونبي، اداكي اللي هو المبطط شوية. فلما بتستخدمي قطع الشوكولاتة قطع بتديكي شكل الانتفاخ ده بتاع المولتو، فبيبقى حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده بشد وفي نفس الوقت بلف بالراحة لغاية ما يديني شكل الكرواسون اللي انت شايفاه ده.
ودي الدايرة التالتة، أنا عملت 4 دواير، النُص كيلو ما شاء الله عمل كمية حلوة جدًا. زي ما أنتم شُفتوا كده الموضوع مش مجرد تصوير 5 دقايق أو 10 دقايق، لأ بجد يا جماعة بتحصل مفاجآت كتير أوي ورا الكاميرا طبعًا، وبيبقى الواحد يعني بتبقى مجهود، بس الصراحة لمّا باشوف الcomments بتاعتكم وباشوف تعليقاتكم الحلوة، وباشوف إن في مشاهدات حلوة على الفيديو، في إقبال ما شاء الله، المشتركين والsubscribers بيزيدوا يوم عن يوم، فدي حاجة في حد ذاتها بتشجعني. وطبعًا يعني مستنية منكم التعليقات، وقولوا لي إيه الوصفة اللي أنتم تحبوا إن إحنا نشاركها مع بعض. وباعتذر جدًا عن الشوط اللي هو ما اتصورش، لإن بجد أنا كنت مصوراه أصلًا، بس أتاري بقى الموبايل ما كانش شغال تصوير، يعني كان شغال كده اللي هو الفيديو العادي بس ما كانش record، فما فيش مشكلة خالص. وإن شاء الله زي ما قُلت لكم هاسيب لكم كل المقادير والطريقة بالضبط في صندوق الوصف، علشان الحتة اللي هي ما اتصورتش دي. هنا بقى كده خلاص أنا رصيته في كل الصواني زي ما أنتم شايفين كده، زي ما قُلت لكم اهتموا إن أنتم تحطوا زيت كويس أوي، لإن هو بيلزق، وما شاء الله عمل معايا كمية حلوة أوي. وبعدين أنا هاغطّيهم واسيبهم برضه هيتخمّروا للمرّة التانية. المولتو يا جماعة أو الكرواسون عمومًا بيتخمّر مرّتين، مرّة العجينة بتتخمّر وبعدين مرّة بعد التشكيل. باسيبها براحتها خالص لغاية ما يتضاعف حجمه تمامًا، وبياخد راحته جدًا، ممكن كمان ساعة. وبعدين بقى باجيب هنا لبن ونسكافيه سريع التحضير، شايفين ما شاء الله حجمه اتضاعف، وخلّي بالِك خلّيه بعيد عن بعض شوية، لإن هو هيتضاعف في الحجم طالما العجينة مضبوطة ومقاديرها مضبوطة وأخدت وقتها في العجن، فهيتضاعف حجمه زي ما أنتِ شايفة كده. بتجيبي بقى هنا معلقتين لبن وبتحطي عليهم نسكافيه سريع التحضير، وبتقلبيه كويس، وبعدين بتدهني الوش بتاعه عشان يدّيكِ اللون الحلو، وبيدخل في الرف اللي في النُص على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير. الmini molto لو سِبتيه وقت طويل في الفرن هينشف منِّك ومش هيطلع طري بالجمال الحلاوة اللي أنتِ شايفاهم دي، فبياخد حوالي من 10 ل15 دقيقة بالكتير في الفرن، وزي ما قُلت لِك درجة الحرارة 200. وطبعًا بتتابعيه بتلفّي الصواني كل شوية علشان تتأكدي إن هو أخد درجة الحرارة في كل الأجزاء بتاعته بنفس الطريقة زي ما أنتِ شايفة كده. وطبعًا طريقة حفظه سهلة جدًا، بتسيبيه يبرد تمامًا وبعدين بتحطيه في علبة وبتقفلي عليه. أنا مي شاهين